السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا كل اخواتي؟ عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير. النهارده هتعملي ايه يا ام يوسف؟ هقول لكم النهارده هنعمل احلى صينيه بطاطس بتركاتي انا الخاصه، هتاكلوا صوابعكم وراهم. صينيه بطاطس بالفراخ، ومعايا ملوخيه خضراء بالف هنا وشفا، وطبق بدنجان يستاهل بقكم، ورز بقى حبه حبايه ما شاء الله اللهم بارك. شايفين فلفلته عامله ازاي؟ والله تحفه تحفه تحفه، جربوها هتعجبكم جدا. ومعاه بقى بصوا البطاطس الدايبه، انا عايزه اوريكم بس البطاطس عامله ازاي. بصوا عامله ازاي اهيت، شايفين ذوبانها؟ شايفين؟ تعالوا كده نحطها على كده على شويه رز، وبصوا بقى كله بالف هنا وشفا بتركات. والله صينيه بطاطس بالف هنا وشفا، حلوه جدا جدا، جربوها هتعجبكم جدا. طعمها حكايه، اقسم بالله العظيم اقسم بالله العظيم. بتركاتي اللي انا عاملاها فيها دي حلوه جدا جدا جدا. بس قبل اي حاجه نصلي على الرسول زي ما قلت لكم، عليه افضل الصلاه والسلام، حياتك تفضل في راحه وفي امان. وجربوها بنفس التركات اللي انا عاملاها هتعجبكم جدا وهتشكروني عليها. وعايزه اخواتي او حبايبي اللي بيتفرجوا عليا ما ينسوش تعليقاتهم جميله ليا ولايكاتكم ومشاركه الفيديوهات بتاعتي عشان يوصلكم كل جديد. يلا نخش على الطريقه، وربنا اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين بامر الله. وما تنسوش تدعوا لاخواتنا في غزه ربنا ينصرهم نصرا عزيزا يا رب العالمين، ويرحمنا من الغلاء اللي احنا فيه ده. يلا نخش على الطريقه. شايفين احلى سفره ما شاء الله؟ شايفين عامله ازاي؟ الف هنا وشفا للي هياكل اهيت، شايفين ما شاء الله. يلا بينا نخش بقى على الطريقه. ما تنسوش الصلاه على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. يلا اول حاجه هنبداها، هنقطع بطاطس كده مكعبات كده، تكون ولا تخينه ولا رفيعه بالشكل ديت، قصدي شرايح اسفه بالشكل ديت، تبقى السمك كله قد بعض كده. هنقطع كل الشرايح بالشكل ديت. ومعانا هنا بصلايه مبشوره وطماطمايه مبشوره. ليه البصلايه المبشوره والطماطمايه المبشوره؟ عشان هوريكم هنعمل بيها ايه. وهنا معايا بصل عاملاها حلقات، وفلفل الوان وفلفل حامي، وطماطم برضو عملاها شرايح صغيره كده رفيعه. ومعايا نص شفشق من الطماطم اهوت زي ما انتم شايفين كده. هنبدا ومعانا صينيه ايه فيها حبه زيت صغيرين وفيها ايه معلقه سمنه بلدي. هنبدا اول حاجه نعمل ايه، هنجيب الطبق بتاعنا بالشكل ده كده، طبق فاضي بلاستيك، هنحط فيها الفراخ اللي احنا غسلناها كويس جدا وتبلناه وصفيناه خليناه في مصفى اهوت. جبنا الفرخه بتاعتنا ونضفناها، بعد ما نضفناها وصفيناها كويس جدا. الطماطميه والبصلايه اللي احنا جبناهم دول هنحط عليها شويه من الفلفل الاسمر، ده فلفل ابيض قصدي، سوري فلفل ابيض عشان الفراخ ما تسودش معانا. هي بتحب الفلفل الاسمر بس اديها فلفل ابيض هتبقى احسن. حبه فلفل ابيض، حبه ملح، حبه بابريكا اهوت. حطينا معانا نص معلقه بابريكا، رشه من الفلفل الاسمر، رشه واحده، نص معلقه من الفلفل الابيض، حبه ملح صغيرين. دي بقى زي ذره الزعفران، يعني ربع معلقه زعفران، بتديها طعم حلو جدا 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 لصينيه البطاطس دي. اهو هعملها كده واروح حاطاها كلها ايه بالشكل ده، البصلايه المبشوره مع الطماطميه المبشوره. ودعكي بقى الفراخ دي على قد ما تقدري بالشكل ده. بص عايزه الفرخه كلها تتغربل بالتتبيله دي، تديها طعم حلو جدا جدا. هتقولي لي يا دودو ما انت ممكن تحطيها في صينيه البطاطس، هقول لك لا، الفراخ لما تتبليها لوحدها بالشكل ده ممكن تتبليها ببصله برده لوحدها، بس انا بحب البصلايه مع الطماطميه. ما دام الفرخه دي هحطها على صينيه بطاطس تديها طعم حلو جدا جدا. اهي زي ما انتم شايفينها كده، شايفين الشكل؟ بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. اهي جبناها بالشكل ده، عملناها اهوت بالشكل ديت، غربليها كده زي ما قلت لكم بكل التتبيله، عايزاها تشرب كل التتبيله. خلاص عملناها كده زي ما انتم شايفين. هروح عاملين ايه، هروح راكنينها كده على جنب، واروح جايبه معايا الصينيه دي اللي هنشتغل فيها كل حاجه. هنعمل ايه، هنجيب معانا البطاطس الشرايح زي ما انتم شايفين كده مع معلقه السمنه طبعا والتوابل اللي احنا حطيناها، وهنحط عليها بقى التوابل اللي انا هقول لكم عليها ديت نص معلقه من السكر هرشها كده عشان طبعا الحموضه. معانا نص معلقه من الملح، معانا كزبره، توم باودر، بصل باودر، فلفل اسمر. اهي التوابل بتاعتنا اللي هنحطها عامه عليها، كمون، فلفل اسمر، رشه الزعفران دي حلوه جدا.
اللي قصدي سوري الزعتر دي حبه صغيره افركيهم كده، ولو اخضر هيبقى احلى واخضر احلى. بابريكا، رشه زعفران برضو، توم باودر، بصل باودر، كمون، لا اكتر ولا اقل. انا حاطينها كده اهوت، ورشه من السبع بهارات. اروح رشه كده وادعك بقى كل البطاطس دي في بعضها كده، واروح حاطه عليها برضو البصل والطماطم الحلقات، ودعاكي بقى في صينيه البطاطس دي على قد ما تقدري، على قد ما تقدري دعاكي في صينيه البطاطس دي، خليها تاكل من التتبيله والتوابل اللي احنا حطيناها مع معلقه السمنه ومعلقه الزيت. بص هتاكل البطاطس دي نيه، اعمليها بنفس الطريقه دي والله هتاكلوها نيه. شايفين الصفار ده اللي بقولكوا عليه ده من رشه الزعفران اللي احنا حطيناها، بس ده مش زعفران لون، في زعفران لون وفي زعفران اكل، ده زعفران للاكل بيدي اللون وفي نفس الوقت بيدي طعم. جربوه حلو جدا من عند العطار، هاتوا ب 10 جنيه هيقعد معاكم حلو جدا. غربولها كده اهوت زي ما انتم شايفين كده. بص قعدت ادعك فيها شويه حلوين لحد ما خدتها بالشكل ديت. والله ريحه التوابل وانا لسه ما حطيتش اصلا على البوتاجاز، والله ريحه التوابل نفسها حلوه جدا مع الصينيه دي، جربيها. هنروح رصين فيها بقى الفراخ بالشكل ديت. بصي كل الفرخه فيها كده بالشكل ده، اهم حاجه تكون مشرباها من التتبيله. هنرصها كده هتاكلوا احلى صينيه بطاطس، طعمها حلو جدا وفي نفس الوقت فيها كل حاجه. يعني تخليكوا تاكلوها حيفا مع شويه رز بقى بشعريه، شويه رز حبه حبايه، تاكلوها بعيش كده مع شويه سلطه مع البتنجان مخلل، حكايه. اهي زي ما انتم شايفين كده. اخر حاجه هنحطها ايه؟ شفتوا الحاجات اللي في التتبيله دي مش هرميها، هنحط عليها شفشه الطماطم ده كده، حبل نص شفشه، نص شفشه مش اكتر ولا اقل. وهنحط عليها واحده ماجي بس، واحده بس من الماجي، وهنخلط الكلام ده كويس جدا كده اهوت. طبعا عشان احنا محدقين وحاطين ملح في الفراخ وفي البطاطس، بس انا عشان اطعم الطماطم مش اكتر ولا اقل بالشكل ده. اهيت بالشكل ده كده. عايزاكم تشيلوا معايا الريحه وتقولوا لي رايكم. اهيت حطوها بقى، غلفوها بقى بورق فويل وحطها على البوتاجاز، تاخد غلوتين وحطها في الفرن. وهنا ما حطينا البطاطس على البوتاجاز، فجبنا هنا دلوقتي علقنا عليها على البوتاجاز، فجبنا هنا شويه شوربه كانوا عندي في الفريزر. بحب لما يكون فيها شويه شوربه بحطها في اكياس واحطها في الفريزر، فطلعنا منها كيس بالشكل ديت، غليناها عشان نعمل ايه؟ نعمل احلى شويه ملوخيه. وجبنا كيس ملوخيه هنعملها دلوقتي، غليت بالشكل ديت هنحطها معايا. حطينا ايه الملوخيه، كيس الملوخيه، وحطينا واحده مرقه دجاج هسيبها بقى تسيح فيها خالص، وهنيجي على العين التانيه نعمل شويه رز عقبال ما تسيح مع نفسها. جبنا اهو حله عشان نعمل فيها شويه رز، حطينا فيها معلقتين زبده مع حبه زيت يسخنوا كده، وراح حاطين الشعريه عشان احنا بنحب الرز بشعريه مع اي حاجه بصراحه. لاخر حاجه اهوت اولادي عايزينه حبه حبايه فانا هعمله لهم. هنحط حبه رز كده بالشكل ديت، زيق من ابو شعريه اهوت، هنحمره بقى لحد ما تصفر خالص. تفضلي قلبي فيه كده لحد ما يصفر معاكي ويديكي اللون الجولد، هو يتحرق منك، بيبقى طعمه حلو جدا برضو. خلي ايدكم فيه كده اهو عشان ما يتحرقش منكم، لازم يبقى ايدكم فيه على طول اهو. شايفين اللون اللي بقول لكم عليه؟ ايوه اهوت. غسلنا اهوت الرز حلو جدا، اروح حاطينه هنا كده، وعشان يطلع مفلفل زي ما معوداكم تحطوا حبه ملح وتقلبوا فيه شويه قبل الميه. شايفين بقى جمال الرز وحلاوته ما شاء الله اللهم بارك. قلبناه شويه، نفضل نقلب فيه شويه ونشوح فيه شويه بالملح زي ما انتم شايفين كده. نصلي على الرسول بالله عليكم عليه افضل الصلاه والسلام. ندعي لاخواتنا في غزه ربنا ينصرهم يا رب العالمين، ويرحمنا من الغلاء اللي احنا فيه ده، ويرحم الناس المريضه بانفسهم المريضه.
ربنا يرحمهم يا رب من اللي هم فيه ويبعدنا عنهم يا رب. ايه ده اهم حاجه الدعوه دي بالله عليكم. وكل سنه وانتم طيبين. هنحط اهو الميه. اهم حاجه المقدار عشان ما يتعجنش منك، عشان في كل رز بيختلف عن التاني، فانت تبقي عارفه النوعيه اللي بتستخدميها على طول ايه وجربتيها يعني. اهو زي ما انتم شايفين ده المقدار بتاعه كويس حلو جدا. هنغطيه بقى ونسيبه، واول ما يغلي نوطي عليه زي الشمعه ونسيبه. تمام. عملنا اهوت احلى طبق بتنجان مخلل مع الاكله. وهنا حطيت اهوت حتتين مقليه بتبقى جميله قوي في الملوخيه، مع فصين توم مهروسين مع كزبره خضراء، ونحطها على النار تسيح بس على شويه تدي اللون الذهبي. ولو فيها هريسه شطه تبقى حلوه جدا، بس انا خلصانه عندي. هنقلب فيها شويه كده. والملوخيه اهيت زي ما انتم شايفين ما شاء الله خضرها حلو ازاي. دي بقى اللي هي الملوخيه الخضراء، مع ان انا ما بحبش قلت لكم اللي هي المثلجه، بس اللي هي قصدي ديت اللي هي بسمه قصدي سوري، انا ما بحبهاش الجيريه. قلت لكم ما تنسوش اللايك. هنا اهوت علقنا على الطشه بتاعت الملوخيه. الدهن الضاني ده يا جماعه بيديله طعم، بيبقى طعمه حلو جدا جدا. الدهن الضاني بتبقى حلوه قوي في الباميه والملوخيه، بيديها طعم حكايه. هخلي دي فيها كده عشان ما تسودش معايا. شايفين هو يتحرق منكم اهم حاجه. شايفين بقى الملوخيه ما شاء الله اللهم بارك. هنروح عاملين طشه مع بعضينا. يلا يلا يلا. شوفوا الحركه الجامده دي تجنن، احلى ما سمعت قلبي. شويه ملوخيه بألف هنا وشفا، اقسم بالله روعه. شايفين خضراء. وهي دي صينيه البطاطس عامله ازاي، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. صينيه البطاطس عامله ازاي مع الملوخيه مع شويه رز مفلفلين واحلى طبق بتنجان وبألف هنا وشفا. شايفين الشكل بتاعها عامل ازاي ما شاء الله. شايفين عاملين ازاي بألف هنا وشفا. جربوها والله صينيه بطاطس روعه 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 روعه. ايه رايكم في الشكل يا يوسف، في الطعم يا يوسف؟ والله طعمها جامد، جميله جدا. جربوها ولازم يبقى فيها صوص عشان الرز طعمها حلو جدا جدا. وشويه ملوخيه بألف هنا وشفا وشويه رز جامدين. اتمنى تكون وصفتي عجبتكم. ايه رايك يا جوجا؟ جواريه بتقول لكم جامده. ما تنسوش التعليق بجد بالله عليكم، والمشاركه في القناه عشان يوصلكم كل جديد. دمتم بخير يا كل حبايبي. اتمنى تكونوا سعداء يا رب العالمين، وينعاد عليكم الايام بخير.